يعني ما اعتقدش ان احنا محتاجين نجيب الثابت والقالب ونجيب التليفون ونثبت التليفون ونحط الكاميرا وهنصور عشان نتكلم عن ماتشات النادي الاهلي مع الفرق المتوسطة بره ملعب النادي الاهلي، لان هو نفس السيناريو ونفس القصة بتتعاد للسنة 98 على التوالي، اللي هو الاهلي بيخليك تحس ان الفريق اللي بيلعبه ده فريق قرر انه يبني تاريخ من السنة دي، وانه فريق بيبني مشروع، وفي ربع ساعة بس يلعب فيها الاهلي شوية يعرفك ان ده الاهلي، وان الاهلي مهما لاعب اي فريق في اي ظروف يقدر يكسبه في اي وقت. ليه بقول لك كده؟ بقول لك كده انك اول ربع ساعة حسسنا الاهلي ان احنا بنلاعب منتخب تنزانيا، والله حتى لو بتلعب منتخب تنزانيا وانت هتكسبه، لكن حاسسك ان انت بتلعب عتاوله وعمالقه، والشناوي يشيل انفراد، وياسر ابراهيم ينط على الكوره ويحاول يقول فدائي فدائي فدائي، وحاسسك ان فريق يانج افريكانز هيعمل مباراه كبيره. مفيش بعد ربع ساعه كهربا ادى كوره حسين الشحات على طبق من ذهب، والجون بره الكوره، والمدافع بيحاول يقف جوه الجون عشان لو الكوره خبطت فيه وليله، وفي واحد رايح يشوف التموين بتاعه وحاجه تانية خالص. ولكن حسين الشحات قرر انه يقول للناس دي كلها اهدوا، ما تقلقوش، انا في حمامه عجباني فوق الجون هصطادها وخلاص، ويضيع الشحات هدف ما يضيعش عشان باقي الشوط يبقى بارد، شوط ما تعرفش مين ماسك الكوره، ما تعرفش ايه بيلعب شويه، يانج افريكانز بيلعبوا شويه، ولكن الشوط ما كانش فيه حاجه كبيره انت لاحظتها غير ان كولر عاوز يعمل هجمات سريعه، عاوز يخلي يانج افريكانز هم اللي معاهم الكوره في وقت كبير من المباراه، وانك تعمل هجمات مرتده سريعه. انت عملت ده، ما عملتوش بالشكل الكتير، ولما كنت بتعمله كنت بتخلق خطوره. علشان قبل بيرسي تاو ما يجيب الجون في الدقيقه 89 شفنا شبه انفراد تقريبا لكريم فؤاد، وشفنا فرصه كهربا ما تضيعش، وشفنا حاجات كتير قوي. في الاخر بيرسي تاو ريح الدنيا كلها وجاب الجون وخلاص الدقيقه 89 والكل بيسلم الورق وخلاص، الاهلي كسب المباراه، والاهلي يعتلي صداره المجموعه 6 نقاط مقابل 3 الميديميا وشاب بلوزداد، ولسه يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلقاكم في مباراه اخرى عشان نلاقي ملاعب من يانج افريكانز بياخد الكوره وسط 3 رامي ربيع وياسر ابراهيم وديانج ومش عارف مين تاني جنبه في جوه ال 18، ويقول لهم هي دي الكوره مش عارفين تشتتوها، طب هشوطها انا معلش. وانتوا عارفين الشناوي بيحب التصويبات المفاجاه دي عشان ما بيلحقش يصدها، ولكن المره دي ما نقدرش نقول حاجه على الشناوي في الكوره دي بصراحه، لانها جوه ال 18 وسريعه وقويه ومباغته، وخدت ايديه ودخل الجول. طيب ماشي جميل حلو خلاص 1-1، ولكن ان شاء ربك ان الكوره تقلش مش عارف من مين، بيرسي تاو ولا ديانج ولا ايه، فتيجي لطاهر محمد طاهر انفراد على خط ال 18 او عند نقطه البلانتي، علشان تتفاجأ ان طاهر حتى ما بصش على الجون، طاهر خد الكوره ثبتها وشاطها. شفت الجون؟ لا. شفت الحارس واقف فين؟ لا. طب انت خدت بالك اصلا مربع الجون ده كله اصلا ومعيد الجون ده كله فين؟ لا. انا لسه هبص يا عم، انا راجل صاحب عيال وصاحب مرض، شوط بقى وهي ورزقها تخبط في الجون وتخش الجون، تيجي في العرض تيجي بره الجون يصدها وهتترد، هتبقى جون تاني فينا بعدها بثواني. ولكن ياسر ابراهيم بياخد الكوره وبيضحي بالشناوي وخبطوا في بعض، وطلع ياسر ابراهيم في الاخر عشان ينزل خالد فتاح. مش عارف ده الدرس رقم كام اللي احنا بنحاول نتعلمه، ان الفرق اللي زي دي لو لعبت عليها كوره ربع ساعه بس انت هتاكلها، ولكن ما عرفتش تاكلها وما عرفتش تستغلها كالعاده. هي المجموعه سهله وانت هتطلع الاول، وانت لو حاولت تطلع تاني مش هتعرف تطلع الاول لان المجموعه تعبانه. مدياما كسب امبارح بلوزداد 2-1، وانا قلت قبل كده الفريق ده يعتبر منظم وفي عنده كوره، ومش عشان احنا جبنا 3 اجوان وضيعنا 5-6 اجوان وكل حاجه وكانت سهله، ولكن فريق عنده كوره بيعرف يلعب كوره شويه، وهيتعبنا هناك في ارضه بالمنظر اللي احنا بنعمله مع يانج افريكانز. الحوار مش حوار سان داونز والله، هو حوار شخصيه النادي الاهلي اللي ساعات بتهتز بشكل كبير بره ملعب النادي الاهلي. الناحية التانية بيراميدز قدم ضحك ومغلوب، اتغلب 2-0، كان 1-0 لحد مش عارف اخر كام دقيقة، لكن سمعت هي 2-0، ويعني الفريق ده اضعف فريق في المجموعة اتغلب بصن داونز 3-0،
ومازيمبي النهارده كسب صن داونز 1-0، فمازيمبي بقى 1 قصدي بقى 3 نقط، وصن داونز 3 وبيراميدز 3 والفريق ده 3 ومجموعه شكلها تبقى قويه. امبارح الهلال بيكسب الترجي في تونس 3-1، الهلال السوداني. في مفاجاه كبيره، وفي مفاجاه تدل ان الترجي لسه عمليه الاحلال والتجديد لم تتم الى بعد ولم تنتهي. قدت لحد هنا بقى عشان في مهرجان الناحية التانية. أرسنال يعتلي قمة الدوري مرة أخرى للجولة التانية على التوالي. الأرسنال بيقدم شوط أول كاسح ماسح فاحق ماحق ضاحك، كل حاجة كل حاجة. ارسنال عمل شوط بتاع برشلونه 2009، وساكا وايه ورايح جاي وجون، ومارتينيني بيركن في العارضه ومش عارف عارضه تانية، واوديجارد بيجيب جون جميل لذيذ ممتع حلو، وليله الشوط الاول كان ممكن يخسر 4-5 ولكن خلص 2-0 بس. عشان يبدا الشوط الثاني نستحوذ هجمات شويه هنا شويه هنا، ولكن زينشينكو اللي بيحاول من اول مباراه انه يلبس فريق ارسنال جون اخيرا بيعملها. وكونيكا ده ولا اسمه كونوكيا ده ولا اسمه ايه ده خدها منه وشاطها وجات جون في الدقيقه 88 وولعت المباراه بقى. ما احنا عارفين بقى يعني ارسنال بيحب يمارس الحاجات دي كتير زيه زي الاهلي، ولكن الحمد لله عدى على خير وكسبنا. ولكن رساله لزينشينكو، يا حبيبي احنا بقينا نكرهك، ويا حبيبي احنا مش طايقينك. فانت لما بتلعب حلو بنقول ابن الكنبه الكوكو كيكي ده لعب حلو، فكمان هتعبط؟ لا ده احنا كده هنشلوحك خالص. واوديجارد جاي يفوق في الجوله التي تدعم البعده، تدعم الكلاب، تدعم من لا يمشون على الطبيعه زي ما كانت الطبيعه بتقال، ولا اي دين حل اللي هم بيعملوه ده. ولكن هي دي الحريه يا جماعه، دي الحريه بره. انت لازم تبقى حريه، عندك حريه كده في الحاجات دي. لكن بقى انك تدافع عن قضيه، تدافع عن اخواتك، الكلام ده لا، خط احمر، عيب. انت عربي، انت عربي حقير. هو انت اوروبي؟ لا انت عربي حقير، عيب الكلام ده. لكن ادعم المثليه، ادعم كذا، مش عارف، شوف اخوك البوزي ده عاوز يعمل ايه وادعمه. لكن انك تدافع عن اخواتك وقضيتك والكلام ده لا، عيب. اقطع عنه النت، بوظ له القنوات، دمروا الاخبار. بنتخافش، هنبعت لهم كام مليون كده مساعدات ويتقتلوا. الهدنه راحت خلصت خلاص. 200 واحد كده، 100 واحد كده مات النهارده. استنى كده، اصل الاخبار لسه ما جاتش قوي. هو ده اللي بيحصل. ويا رب الاجيال الصغيره تفهم الكلام ده وتعرف الكلام ده، ان احنا بنتحارب من كل حته، ودي مش مؤامره، لا ده حاجه واضحه انك بتحارب من كل حته. فخلي بالك، خلي بالك، هم يقدروا يسيروك ويقدروا يلفوا حواليك، والدليل واضح. اديك اهو في عجن من امبارح، لا في اخبار بتوصل، وناس كتير من الشباب زهقت او ملت او تعبت او ما صدقت الهدنه جات عشان يشموا نفسهم، ولسه مش عاوزين يتقبلوا ان الهدنه خلصانه بقالها يومين والعجن واللت حصل تاني. الواحد زهق فعلا فعلا بجد، الواحد تعب، الواحد تعب نفسيا، الواحد دلوقتي كمان مبقاش عنده حيل ان هو يتابع الاخبار. ربنا ينصرهم وربنا معاهم. ما تنساش اللايك والشير لو وصلت لحد هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.